تعالى بس اسمع لي، انا اللي بكلمك هنا. بقول لك على حاجه، التليفون اهو. ولا اقسم بالله كسر عظمك، اقعد انا مش همشيك من هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. انا محتاجه حضرتك في مشكله كبيره تخصني، حضرتك فاضي؟ اتفضل. للاسف انا عارفه ان انا غلطانه والله العظيم، انت لو وقفت جنبي اوعد نفسي ان انا ما عدتش هعمل حاجه غلط زي دي تاني. طب اهدي بس اقعدي. دلوقتي انا كنت بحب واحد وثقت فيه واتكلمت معاه فيديو كول، وغلطتي ان انا اتكلمت معاه بنفس البيت، بس والله العظيم انا ما كنتش اعرف لان انا كنت واثقه فيه بجد. دلوقتي هو خد الفيديو كول ده سكرين وبيهددني ان هو هينزل الفيديو ده على الفيس، وكل مره بيهددني وبيطلب مبلغ اكبر من التاني. اديت له مره واثنين وثلاثه، واخر مره خدت فلوس شغل بابا، وبابا لما عرف طردني من البيت وانا مش عارفه اقعد فين دلوقتي اصلا. طب اقعدي واهدي ومحلول. هو دلوقتي جاي تمام، هو ممكن بس تقف جنبي كانك اخويا، تخليه يمسح الفيديوهات اللي معاه دي ويرجع لي فلوس في شغل بابايا. طب بصي، انا هعتبرك اختي، لو اختي اللي عملت كده لازم اقدمها على اللي هي عملته ده، لان ما ينفعش انت تتصوري ولا ينفع تكلمي حد من غير ما تعرفي اخواتك ولا لا. وغير كده كمان رايحه تاخدي فلوس من البيت، لا انت تستاهلي اللي يحصل لك. بس انا اقف جنبك، كلميه ما تعرفوش ان انا موجود. الو، انا في المكان اللي انت قلت لي استناك فيه. انا موجود. انا دلوقتي كلمته وهو قال لي ان هو جاي في الطريق. انت اديتي له فلوس قد كده؟ كتير، كتير كمان. طب وليه يا بنتي ساكته على نفسك لحد دلوقتي؟ علشان ما يفضحنيش وما ينزلش الحاجات اللي هي معايا دي. اهدي خلاص، انا معاكي واحل لك المشكله دي. اهدي، انا مش قلت لك انا معاكي؟ تعالي اقعدي. انت مالك يا حبيبي؟ تكلمها ليه كده؟ انا مرتبط بيها. مرتبط بيها؟ خاطبها؟ بينك وبينها حاجه رسميه؟ لا. دخلت البيت من بابه؟ يا باشا انت مالكش دعوه، انت قاعد معاها ليه؟ يا عم رد على كلامي. دخلت البيت من بابه؟ لا. ينفع ان انت تمسك عليها صور؟ ما تنفعش وما تحللكش. طب نزل ايدك بس كده. لا مش نزل إيه ده؟ ايدك، تعالى بس اسمع لي، انا اللي بكلمك هنا. عايز ايه؟ انا اللي بكلمك. ايوه عايز ايه يعني؟ دي لو اختك دلوقتي وعرفت ان واحد ماسك عليها صور، لو شفت هتعمل فيه ايه؟ لو اخت انا هكسر عظم وشه، الصوره تتمسح ولا كانك عرفتها في يوم. طب نزل ايدك يا عم ونتكلم بس بهدوء. بص يا حبيبي، بالذوق بالعافيه بالاسم. يا عم انا مش مطلع حاجه يا حبيبي انا مش عايز ابهدلك، هبيتك في الاسم وهطلع عينك. خلي اهلك واحد يجي يتحايلوا عليا علشان اطلعك، فانت بالذوق علشان انا مش عايز اذيك. انا مش هديها الحاجه دي لما تطلع. اهدى بس، اهدى، انا مش عايز اذيك. تعالى اقعد. يا عم انا مش قاعد. بص يا حبيبي اقعد. لا اقعد بس، علشان انا عايز اتكلم معاك راجل لراجل وبالهدوء كده. اقعد. احنا رجاله لما بنيجي دلوقتي عايزين نتعرف على بنت، ندخل بيت من بابه، بنطلب بما يرضي الله، انما ما ينفعش ان احنا نكلمها من ورا اهلها وكمان ناخد صور وتساومها. انت كده راجل؟ انت كده مفكر انك تمثل الرجوله بشيء؟ خلصت كلامك. انا بكلمك بالهدوء وعايز تكلم معايا كلام راجل متحضر عقلاني، مش عايز قله ادب. اصل قله الادب مفيش اسهل منها. انا ممكن امسكك اضربك دلوقتي، ممكن احبسك، الموضوع سهل. فانا مش عايز اتخذ معاك اجراء يزعلك. انا بعتبرك اخويا الصغير كلامك مالهاش حاجه عندي. اقول لك على حاجه، التليفون اهو. ولا في ايه يا عم؟ اقسم بالله كسر عظمك. طب انت ايه ده؟ هتفينك هنا، هات التليفون ده. اقعد، انا مش همشيك من هنا. ايدك يا عم اصبر بقى. سكت الله يسوق. طب اهدى بص يا بابا. طب اهدى ثواني. اهدى بص يا بابا. اهدى، انا عايز اقول لك على حاجه. بص اهدى، احنا بنصور برنامج والله العظيم. تعالى يا بنتي كده، دي ممثله معايا يا عم. ايه اللي انت عملته فيا ده؟ بص هو ما ينفعش. انا اسف، ده احنا بنصور برنامج، دي ممثله معايا، والموقف ده مش حقيقي كله والله. بص ورا العمود اللي هناك ده هتلاقي فيه كاميرا بتصور، في حد بيشاور لك. دي بس تجربه اجتماعيه احنا بنعملها. موافق ان احنا ننزل الفيديو ده يا باشا عادي. ممكن شاور لك كمان تعمل باي.